عمرو أديب بيفقد أعصابه على الهواء مباشرة بعد فوز الأهلي على فاركو بهدفين لهدف. شاهد بالفيديو ماذا قال عمرو أديب. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. عمرو أديب بعد انتهاء مباراة الأهلي وفاركو أدلى بتصريحات صحفية مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. عمرو أديب اتكلم على مباراة الأهلي وفاركو بشكل غريب جدا جدا. عمرو أديب بيقول إن المباراة النتيجة العادلة ليها 1-1. ليه يا عم عمرو أديب؟ بيقول لك إن ضربة الجزاء اللي تحصل عليها موديست ضربة جزاء غير صحيحة، والحكم محمود ناجي جامل النادي الأهلي في الكورة، مع إن في دفع واضح من مدافع فاركو لموديست اللي كان النهاردة يعني بيقدم أداء مضحك جدا جدا، وكل الجماهير اعترضت عليه. ولكن يعني أنا من وجهة نظري إن دي ضربة جزاء مستحقة يا أستاذ عمرو أديب، مش ممكن اللي أنت بتقوله. واتكلم كمان عمرو أديب على مستوى إمام عاشور اللي بيقدمه، بيقول إن ده مستوى عادي جدا جدا، وأي حد ممكن يسجل أهداف بالطريقة دي. هدف من ركلة جزاء بطريقة عادية جدا جدا، وتسديدة طبعا التوفيق كان معاه فيها. طبعا أنا مش متفق على الكلام ده إطلاقا. إمام عاشور يعني تحصل على لقب رجل المباراة بناء على اللي قدمه في المباراة، فهيفضل النادي الأهلي كابوس كبير جدا جدا للي زي عمرو أديب وزي أي زملكاوي تاني يعني عنده حقد وغل من النادي الأهلي.